هي الفكرة في التصوير إن أنت مش مجرد إن أنت بتعمل صورة حلوة، يعني فكرة إن أنا إن أي حد ممكن يعمل صورة حلوة، بس هي بتخدم الدراما والّا لأ؟ في المتحف إحنا كنا team كبير جدًا، 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 يعني أنا جزء صغير من خلية نحل طبعًا، وكنت أنا وأستاذ أحمد المرسي يعني إحنا سايقين قسم إخراجيًا، أو يعني إحنا بنmanage الإخراج بتاع الevent كله، كنا مقسمين الحاجات ما بيننا بشكل يبقى في unity في الآخر، ويبقى في روح واحدة، عشان ما ينفعش كل واحد يشتغل بطريقة. فأنا ومرسي تحديدًا إحنا أصدقاء جدًا من موكب، إحنا أصدقاء أصلًا، واشتغلنا مع بعض في موكب المومياوات، والحمد لله عملنا نتيجة أعتقد كانت الناس مبسوطة منها، وده تاني تعاون ما بيني وما بينه، بس ده كان تعاون أكبر لأن المومياوات كنا في أماكن منفصلة أنا وهو مش مع بعض. فإحنا هنا أنا كنت مسؤول في الإيفنت ده، أنا ومرسي كنا مسؤولين عن التصوير اللي خارج المتحف. المفروض ان احنا عايزين نقول ان العالم بيحتفل بافتتاح المتحف، فابتدينا نفكر ان احنا عايزين ناخد بلد من كل قاره. تفاصيل بقى كتير جدا، زي مثلا فرنسا قفلوا لنا كوبري على نهر السين اللي صورنا عليه، قفلوه لنا ليله كامله عشان نقدر نحط عليه الاوركسترا ونعمل بروفات. اليابان المعبد اللي صورنا فيه ده عمر ما اتصورش فيه في تاريخه. بعد كده كان في الجزء بتاع كمان بره المسلات المصريه اللي حول العالم كتير جدا جدا جدا. وبرضه احنا في السيجمنت دي ما كناش عايزين نقول بس ان في مسلات بره، كنا دايما بنحاول في كل فقره ان احنا نحط فيها معلومه ثقافيه تاريخيه بشكل غير مباشر. فقره شريهان احنا اسمها بالنسبه لنا حزام اوريون. الفقره دي بتحكي الاهرامات مبنيه ليه هنا، وليه القدماء المصريين بنوها هنا، عشان نجوم اوريون، الثلاث نجوم اللي بيجوا فوق الهرم كل عدد سنين معين. فدي معلومه بنقولها بدرون شو كان معانا درونز طايره فوق الهرم بتعمل نجوم اوريون، وبتعمل كأن في نجوم تانية. وكذلك المتحف اتبنى احتراما لنجوم اوريون، يعني في ليزر كان بيطلع من ورا المتحف 3 ليزر. الليزر ده بيشرح ان المتحف مبني كل ضلع منه لو طلع ده من نقطه واحده بيروح لنجمه من نجوم اوريون. انا بشوف لما بيجي لك بيرن اوت انت عمرك ما بتكمل، يعني انا بشوف الحمد لله يعني ان انا سبب من اسباب اللي مخليني مكمل الحمد لله لغايه دلوقتي، من بقالي تقريبا مدير تصوير دلوقتي 21 سنه، ان انا بحب شغلي. انا لو بصور سوري انا اسف شوز على الارض هفكر ازاي هطلعها بشكل حلو او يليق على الموضوع او يخدم الموضوع. فهو انت لازم يبقى اما تفقد الشغف بطل الشغلانه في اي حاجه، يعني لانك هتفشل، يعني دي وجهه نظري يعني.